السلام عليكم حبايبي واهلا وسهلا فيكم. رح نعمل اليوم سمبوسك اللي كانوا يعملوه امهاتنا بدون تعقيدات بدون بيكنج باودر، بس بسمنة وطحين. اول شي انا ضفت 5 كاسات طحين، ملح حسب الرغبة، طبعا لا تكتروا الملح مشان ما يصير مالح، وكاسة وربع مي، 5 معالق سمنة، ورح نعجنه منيح. عجينة السمبوسك كتير سهلة وما بتاخد وقت. انا ضفت له حبة بركة، اذا بدكم بتضيفوا بس على الوجه بعد ما تشكلوا السمبوسك. عملت السمبوسك بحشوتين بجبنة وبلحمة. رح نعجن العجينة منيح، انا ما اخدت راحتي بالعجن، عجنتها بدون كاميرا، وبنتركها ترتاح 10 دقايق بعدين نشتغل فيها. مثل ما شايفين العجينة كتير طرية وما بتلزق. هلا رح نعمل الحشوة. حشوة اللحمة بتحطوا مقدار اللحمة اللي انتو بدكن اياه، وفرمت بصلة بنحركها لحتى تدبل البصلة وتستوي اللحمة نص سوية. بنحط لها ملح وبهار. انا منزله طريقه تانية لحشوه السمبوسك، طيبخه الحشوه طبخ وحيطلع جبنه موزاريلا. هاي رشه بهار، بنحركها لحتى تنشف مية اللحمه تستوي معنا، وبنطفي تحتها بنتركها لتبرد. ومنزله كمان طريقه عجينه السمبوسك بالبيكنج باودر، وهي الجبنه حليتها كتير منيح من الملح، وضفت لها نعناع وفلفله ناعمه. في ناس بتحب تضيف بقلبها بقدونس، انا ضفت لها بس هالمكونين. وفيكم كمان تضيفوا لها جبنه موزاريلا اذا بتحبوا. هاي الحشوتين عندي صاروا جاهزين. هلا رح نرق العجينة. دهنت سطح العمل بالزيت حتى ما تلزق معنا العجينة. مثل ما شايفين فرد العجينة كتير سهل. انا عملت نص العجينة بدون قالب بس ما صورت لكم اياه، مثل يمكن منتبهين على صوتي مرضاني شوي من قطعة بأي شي الحجم اللي انتو بدكن اياه، صحن غطا ايش عندكن شي بتحبوا الحجم اصغر اكبر. انا تبعيت اللحمة عملتها بهذا القالب لانه بيسع حشوة اكتر. بتمنى اكون ما بطول عليكم بالفيديو وتكونوا عم تستفادوا، وبتمنى تضغطوا لايك للفيديو وتشتركوا بقناتي اذا لسه ما اشتركتوا، وتتابعوني قناتي على التيك توك، كمان اسم قناتي مطبخنا الحلبي. هي عملنا وحدة لحمة قدامكم، ورح نعمل وحدة تانية جبنة. والطريقة اللي منزلتها التانية انا مشكل السمبوسك بدون قالب. انا دهنت عودتها شوية طحين ومي، طبعا ما كلهم، وحطيت لهم حبة بركة لحتى تلزق، لاني انا مثل ما شفتوا ضفت حبة البركة بقلب السمبوسك. رح نقليه على زيت ما يكون كتير حامي لحتى ما تشقر رأسا العجينة وقلبها يضل ني. طبعا بتشيلوا من الزيت وبتكتوا بالمعلقة فوق السمبوسك، بيعطي فقاعات للعجينة. شايفين السمبوسك رأسا بياخد لون. ونصفيه ومنحطه على ورق المطبخ لحتى ينشف منه الزيت. وهيك صار معنا السمبوسك جاهز. انا عملت جنبه شيش برك. ان شاء الله تكون الوصفة عجبتكم، وبترككم بامان الله.